سمعت صوت جارتي، ولكن داكشي اللي كنت كنسمع خلاني كنفكر كيفاش نجيبو لعندي. بقيت كنفكر هاد راجل جارتي كيفاش غادي ندخلو عندي للدار. قلت بما ان راجلي مسافر، قلت الموضوع غادي يكون ساهل، فخاصني نقلب غير على الطريقة كيفاش نخليه يجي لعندي. قلت مادام الدار خاوية وما كاين حتى شي حد، فغادي تكون عندي الحرية يدخل عندي اي حد. وبعد ما دخل عندي للدار طحت في واحد المشكل كبير. انا راجلي مسافر، جلس معايا المدة ديال 7 شهور وسافر. اول مرة كان غادي يسافر من بعد زواجنا، بقى عامين، وفين ما كنقول ليه امتى غتجي كيقول لي الا جيت دابا مازال الامور ديالي ما تقادات، فخاصني نصبر حتى نشوف اشنو اللي غادي ندير. المهم سكت حتى لواحد النهار انا كنت في داري بالليل كنسمع جارتي مخاصمة هي وراجلها، واللي فهمت انا من ديك الخصومة ديالهم كتقول ليه لا ماشي كل نهار، بقات كلمة منه وكلمة منها. كيقول ليها الا ما عجبكش الحال غادي نتزوج عليك وديك الساعة ما تقلقيش. المهم لا غدا في الصباح انا سلمت على مراته وكان باين باللي هي معصبة ومقلقة. قلت ليها مالكي؟ بحكم حنا جيران وعلى هاد الاساس سولتها. هو راجلها كان راجل متدين وملتزم، انا ما كانش عندي معاه شي هضرة. المهم سولتها مالها، قالت لي يا والو ما كاين حتى شي حاجة. قلت ليها ولكن الصوت ديالكم البارح كان واصل حتى لعندي للدار. قالت لي اشنو اللي سمعتي؟ قلت ليها ما سمعت والو. قلت ليها غير الغوات، الصوت العالي راني سمعته، ولكن المشكل ولا شنو السبب ديالو ما عرفتش. قالت لي تسنايني انا غادا نمشي نتسخر وغادي نرجع نجلس انا وياك ونعاود لك اشنو كاين. مشات ورجعات، دخلنا عندي للدار وجدنا اتاي وجلسنا كنهضروا. قالت لي ما كاينه ما نخبي عليك اختي، داك الراجل قهرني، كل نهار جاي لعندي وانا ما كنبغيش كل نهار، والصراحه انا ما عرفتش كيفاش نتعامل معاه. انا عييت. قالت لي ما نكذبش عليك، كون عرفت هو يتزوج وما يتبدلش عليا والله حتى نخليه يتزوج، غير نتهنى انا من هاد الشي، ولكن خايفة ندخل ليه هاد الفكرة في دماغه ويتزوج وما يبقاش يعرفني كاع. بقيت كنقول ليها تهلا في راجلها وتسايس معاه غير بشوية. المهم بانت لي السيدة ما بقاتش مقلقة وخرجت من عندي وهي فرحانة. هي خرجت من عندي وانا بقيت كنفكر كيفاش غادا نجيب عندي هاد السيد للدار. دازت يومين وانا غير كنفكر اش من حيلة واش من طريقة اللي غادا ندير. المهم جات لي الفكرة ديال البولة نهرسها ونقول ليه يجي يبدلها ليا، حيت انا كنخاف من الضوء. ومن طبيعة الحال هاد الفكرة ما درتها حتى عرفت باللي مراته مسافرة لدارهم وكاينه غير هو بحدو في الدار. انا درت داك الشي ومشيت كندق عليه في دارو. فتح عليا الباب، قلت ليه غير سمح لي الا دقيت عليك، ولكن انا محتاجه لك في واحد الخدمه ضروريه. قال لي يا مرحبا، فاش بغيتيني نعاونك؟ قلت ليه بغيتك تركب ليا غير واحد البوله، راه انا ما عرفتش نركبها ودابا راه قريب يوصل الليل وانا كنخاف نجلس غير بحدي في الظلمه. قال لي يا واخا انا غنسد غير الباب ونجي عندك، اصلا انا جالسه غير بحدي وما عندي لا ولاد لا حتى حاجه وراجلي مسافر. السيد بعد ما جا وصايب البوله الدنيا كلها كانت مزيانه. صافي ملي هو بغى يمشي بحاله قلت ليه لا غير تسنى. قال لي واش كاين شي حاجه اخرى نصايبها؟ قلت ليه لا.
دخلت وجبت ليه واحد الكاس ديال العصير، وكنت دايرة فيه شي حاجة من داكشي اللي كان كياخد راجلي، وكان كيحتاج اللي هو معروف. مجرد ما السيد شرب داك العصير المفعول ديالو خدم، والسيد بدا كيبان في واحد الحالة ماشي هي هاديك. قلت ليه مالك، واش انت عيان؟ قال لي ما عرفتش اشنو اللي وقع. قال لي انا غادي نمشي بحالي، البولة راه صايبتها ليك وكل شي مزيان، انا غادي نمشي بحالي. واحد شوية وانا نقول لي فين غادي تمشي بحالك؟ الا مشيتي حتى خرجتي من هاد الباب غادي نجمع عليك الناس. هو يقول لي اشنو اللي كتقولي؟ علاش هادشي؟ انا درت فيك غير الخير وانتي باغا تجمعي عليا الناس؟ ما فهمتش. وانا نقول ليه داكشي اللي وقع انت ومراتك وعلى الخصومة اللي دارت بيناتكم انا راه عارفة كل شي. وهو يقول لي اشنو دخل هادي في هادي؟ قلت ليه اللي دخل هادي في هادي انا نفهمك. انا راجلي هادي 7 شهور وهو مسافر، ومراتك ما عجبهاش الحال معاك، فاشنو اللي بان ليك؟ هو بقى كيشوف فيا ومصدوم، وانا نقول لي غير الجار على جارو. هو يقول لي يمكن انتي ما عارفاش انا واحد الانسان محترم وداخل سوق راسي، وهادشي اللي انتي كطلبيه دابا كيديروه الشباب، كيديروه الرجال، هما اللي كيديروا هاد التصرفات. ولكن انتي اللي ديري هادشي هادي حاجة غريبة. المهم بقيت كلمة مني وكلمة منه حتى دخل معايا في داك الجو. واللي وقع كانت غير البداية اللي صعيبة، حيت داك الموضوع ولا كيتكرر بزاف ديال المرات، وفي الأيام اللي كتكون مراتو ما كيناش في الدار. المهم بقيت أنا وهو مدة على هاد الحال، ومن بعد راجلي رجع من السفر وقادت الأمور ديالو. ولكن المشكلة اللي ولات هو أنا ما بقيتش باغية يرجع، وما بقى عندي بيه حتى غرض. وانا جاري ولا ديما كيسولني في التليفون امتى راجلي غادي يسافر، وانا ما عارفاش كيفاش ندير ولا علاش انا تورطت هاد التوريطه كلها. لو كان راجلي بقى معايا ما كنتش غادا نوصل لهاد الطريق، وانا ما عارفاش كيفاش نخرج من هاد الشي، مع انه الحل كان بيدي وكان نصبر ونتسنى راجلي، وما بقيتش عارفة كيفاش نتهنى من هاد جاري.